لو بتخطط تروح عمان بالعربية احفظ الفيديو ده، وحرفيا هيكون مرجع ليك لما تيجي تسافر. بص يا دوليين، انا سافرت بعربيتي من ابو ظبي لعمان، ده بالظبط اللي حصل معايا خطوة بخطوة. بدأنا رحلتنا من معبر حتى دبي، واول حاجة اتأكدوا منها هناك هي جوازات السفر. لازم يكون جواز السفر ساري لاكتر من 6 شهور هو والهوية الاماراتية بتاعتك. وبعدها سألوا سؤال بسيط: هل العربية بتاعتك دي ممولة من البنك؟ لكن الصراحة ما طلبوش أي ورق أو إثبات يوضح موافقة البنك، ولكن خليك جاهز وخد معاك ورقة بتثبت كده. دفعنا تقريبا 36 درهم كرسوم خروج من الإمارات، وبعدها دخلنا على مكاتب التأمين. لو تأمين عربيتك بيغطي عمان فأنت بالتالي لازم تطلب منهم حاجة اسمها الأورنج كارد قبل ما تسافر، ولكن لو تأمينك مش بيغطي عمان زي حالتنا لازم تشتري تأمين جديد من المكتب هناك. خد بالك هناك بيفضلوا الدفع بالكارت عن الكاش، ودي كلفتنا حوالي 103 درهم اللي هم 10 ريال عماني تقريبا. دخلنا بعد كده بوابة حدود عمان، وهناك طلبوا 3 حاجات: الباسبور، الهوية الإماراتية، والفيزا، طبعا على حسب حالة كل واحد. والحالات دي كانت من تجربتي الشخصية على الحدود هناك. واحد، جواز مصري مع هوية إماراتية دخلوني من غير فيزا. في حد من صحابي كان معاه الجواز الدومينيكي أو الجزر المشابهة دي مع الهوية الإماراتية، برضه محتاجش فيزا. لو معاك باسبور مصر، معاك إقامة ذهبية بس الكفالة على الوالد، اللي اتقال لنا إن هو تقدر تخش من غير فيزا لو كان الكفيل موجود معاك في الرحلة. لو مش موجود بالتالي بتضطر انت تطلع فيزا. الحالة الرابعة هي ان يكون معاك الهوية الاماراتية والجواز الفلسطيني، وفي الحالة دي صديقتنا اضطرت انها تطلع فيزا من على الحدود بقيمة 50 درهم. واخيرا صحابنا اللي كانت الهوية الاماراتية بتاعتهم لسه بتتجدد او بتتجهز قدروا ان هم يطلعوا فيزا سياحة عن طريق مكتب سياحة بما يعادل ال 200 درهم اماراتي. دي كانت كل الحالات اللي انا شفتها شخصيا. لو حالتك مختلفة انصحك تسأل السفارة او حد تعرفه كان سافر هناك مؤخرا. لو الفيديو فادك احفظه عندك واعمل فولو ولايك عشان هشارككم تجارب تانية جميلة وبسيطة. تابعوني، سلام.